الجاسوسة اليهودية شولاميت كوهين كشك اللي لقبت بلؤلؤة الموساد المعروفة بشولا كوهين اتولدت سنة 1917 في مدينة بيونس آيرس في دولة الأرجنتين. في رحلتها الطويلة من الأرجنتين لبعقوبة شمال بغداد للبصرة لميناء عبدان في إيران وينتهي بهم المطاف في ميناء حيفا عشان تستقر شولا وعائلتها في النهاية في القدس عاصمة دولة فلسطين. وهو ده الهدف الأصلي لرحلة عائلة شولا كلها، وهو الاستقرار والعيش في أرض الميعاد زي ما بيسموها. ومن أول ما استقرت العيلة في القدس بدأت معاناة البنت واللي كان وقتها عندها 17 سنة. فبعد فترة من وجودهم في الأراضي المحتلة بيموت أبوها وأخوها في حادثة انفجار عبوة ناسف عشان أمها ما تقدرش تستحمل الصدمة فيصيبها المرض وتموت هي كمان. فشولا حاولت تطلع من اللي هي فيه إنها تفتح قلبها للحب لأول مرة في حياتها. فبتتعرف شولا على شاب اسمه عزار وعاشت معاه مشاعر كان نفسها تعيشها من زمان، وفعلا قدر انه يهون عليها الصدمات المتتالية اللي كانت عمالة تاخدها لحد ما عزار بيتقتل هو كمان في اشتباك مسلح مع اصحاب الارض عشان تبقى صدمة جديدة لشولا بعد موت ابوها وامها واخوها. وطبعا زاد كرهها لكل العرب، والشعور الوحيد اللي كان مسيطر عليها هو ازاي تنتقم من العرب دول. وبالرغم من دوافع شولا الانتقامية دي إلا إنها فضلت سنة كاملة قاعدة في البيت مش بتعمل أي حاجة. وبعد ما السنة دي عدت شولا قررت انها تبدأ تخرج تاني للحياة وراحت اشتغلت في عيادة. ومع نزول شولا لسوق العمل بقت ملاحظة نظرات الاعجاب الشديد اللي بتلاحقها من كل الرجالة اللي بيشوفوها، وده طبعا كان بسبب جمالها الملفت وانوثتها الطاغية. لحد ما بتتعرف شولا على جنرال من اصل بولندي، الراجل ده كان بيتكلم عربي كويس جدا وحرفيا كان مغرقها في الفلوس والهدايا لغاية ما شولا بتفتكر انه خلاص بقى خاتم في صباعها وانها فعلا قدرت تمتلكه وبقى تحت امرها. لكن بتكتشف شولا ان الراجل ده ما هو الا ضابط في جهاز الموساد استغل جمالها، اتقرب منها ووعدها انها هتغرق في الفلوس. غير انه طبعا بصرف النظر عن الفلوس اي خدمة شولا هتقدمها للموساد هي خدمة كبيرة للوطن والارض الميعاد. وطبعا علشان ظروفها الصعبة ورغبتها في الانتقام من العرب والوعود الجميلة اللي اتقدمت لها، وافقت شولا على عرض الموساد من غير اي تردد ولا تفكير، وبقت على اتم استعداد انها تبدأ رحلتها في عالم الجاسوسية عشان تعدي الايام وشولا كوهين تستحق وبجدارة اللقب اللي اطلقوا الموساد عليها وهو لؤلؤة الموساد. فبدأوا يدربوها تدريب مكثف على ايد اكبر واهم خبراء الموساد، وكان الهدف من التدريب ده انها تعرف ازاي تجذب اي راجل وتسيطر عليه بمنتهى السهولة، وكمان تعرف ازاي تتكلم بلباقة وبثقافة عالية، وكمان ازاي تقدر تندمج وسط الطبقات الارستقراطية. وكمان بعتوها بعثة لندن علشان تندمج وسط المجتمعات الغربية وكمان تتعلم اللغة الانجليزية بطلاقة. وفعلا بعد سنة ونص من التدريب المكثف لشولا واختلاطها بالمجتمعات الغربية قدر الموساد انه يحول شولا كوهين لواحدة تانية خالص، من مجرد بنت جميلة لواحدة بتجيد فنون التجسس وبامتياز، وكمان مدربة على وسائل الإغراء والسيطرة على الرجال. وبجواز سفر مزور شولا بتسافر على بيروت في شهر سبتمبر سنة 1952، ومن اللحظة دي شولا بتبدأ رحلتها وأول خطوة في عالم التخابر والجاسوسية. فأول ما نزلت شولا على بيروت بتقيم في فندق جراند أوتيل في منطقة وسط البلد، وفي ألف به جاسوسية لازم يكون في وظيفة أو سبب في العلن لتواجدها في بيروت. علشان كده شولا قالت إنها مندوبة لشركة سياحية أوروبية وجاية على بيروت علشان تدور على وكلاء للشركة دي. وتغادر شولا جراند أوتيل اللي ما قعدتش فيه كتير وتروح تقعد في شقة فخمة جدا في مبنى الإمبيسادور في بيروت. وكانت أول مهمة رسمية ليها هي إنها تتعرف على مسؤول لبناني كبير يكون ليه نفوذ ليه علاقات داخل الجهات الحكومية في لبنان. طبعا المسؤول ده هو هيبقى البوابة لدخولها واستكبار المسؤولين، فمن خلاله هتقدر إنها تنفذ أغراض التجسس الخاصة بالموساد. وفعلا قدرت إنها تتعرف على موظف كبير جدا اسمه محمود عوض. محمود عوض ده بقى كان شخص مهم جدا لدرجة إنه كان ماسك 6 مناصب مختلفة في الحكومة اللبنانية. وكانت أول مقابلة بينهم لما راحت له شولا بحجة إنها عايزة تعرف ايه الاوراق المطلوبه لتجديد الاقامه بتاعتها في لبنان. وطبعا في المقابله دي شولا استخدمت كل اسلحتها من الاغراء ولفت النظر وجذب الرجاله وكل حاجه اتعلمتها من الموساد. وبالفعل محمود ما قدرش يقاوم ووقع في غرامها، وكان بيتعمد انه يعطل لها اجراءاتها عشان يقدر يشوفها لاطول فتره ممكن. وفي الميعاد الاخير اللي اتفقوا فيه انه يسلمها جواز سفرها ما راحتش واتصلت بيه اعتذرت له وقالت له والله معلش انا تعبانه ومش هقدر اجي، وخد عنوان بيتي اهو ابعت لي الباسبور عليه.
وطبعا هي فاهمة بتعمل ايه كويس قوي، ومتأكدة ان مفيش حد غيره هيجي عشان يجيب لها الباسبور. وزي ما توقعت بالظبط، يجي تاني يوم الباب يخبط، تفتح تلاقي محمود عوض واقف قدامها وجايب لها الباسبور، ومعاه بوكيه ورد، وجاي قال ايه يطمن عليها ويشوفها ان كانت محتاجة حاجة. لا حنين قوي يا محمود بصراحة. طبعا شولا كانت عارفة كويس قوي ان هو ده اللي هيحصل، وكانت مستعدة للقاء، واستقبلت محمود المسؤول الكبير وهي لابسة ملابس البيت الشبه عارية. وبعد فترة من دخول محمود عوض بيتها، قدرت شولا انها توصل معاه للعلاقة اللي كانت مرتبة لها كويس قوي. ومن اللحظة دي بيتحول محمود المسؤول الكبير اللي الكل بيعمل له حساب لعبد لشولا تحركه وتتحكم فيه زي ما هي عايزة. فانشغل محمود المسؤول الكبير بشولا عشيقته الجميلة عن كل مسؤولياته. ولأن محمود كان بيعاني من الضعف الجنسي، فكان بيعوض ده بانه يبين لشولا قد ايه هو جامد ومدى علاقاته ونفوذه واصله لغايه فين. فكان بيتكلم في ادق تفاصيل شغله واللي يعتبر من اسرار الدوله. ومش كده وبس، لا ده كان بيرد عليها بالتفصيل الممل في اي سؤال شولا كانت بتساله عليه، عشان بس يبين قد ايه هو عارف كل حاجه بتحصل في البلد. وكان بمجرد ما محمود بيمشي من عند شولا كانت بتقعد تكتب كل حرف هو قاله لها. طبعا بتبعت كل الكلام ده للموساد بالشفرة او بالطريقة اللي كان متفق عليها. وكانت المهمة الاساسية لشولا اللي الموساد بعتها مخصوص لبنان علشانها هي السيطرة على اكبر عدد من المسؤولين عن طريق الجنس، علشان لما المسؤولين دول يترقوا في وظائفهم يكونوا على اتم استعداد انهم يشتغلوا لصالح اسرائيل، والا هيتم ابتزازهم بفضايحهم الجنسية. فكانت المهمة أكبر بكتير من إنهم يعرفوا معلومات من المسؤولين عن لبنان. لا دول كانوا عايزين المسؤولين دول يكونوا عبارة عن أداة في إيد إسرائيل ينفذوا بيها سياساتهم داخل لبنان. وفعلا شولا كوهين كانت بتنفذ المهمة دي بمنتهى الاحترافية وعلى أكمل وجه. وكل ما كان الوقت بيعدي شولا كانت بتقدر إنها تبني شبكة علاقات قوية جدا، وبقت شولا على اتصال مباشر بعدد كبير من المسؤولين المهمين وأصحاب النفوذ داخل الحكومة اللبنانية، وكلهم بلا استثناء كانوا مغرمين وواقعين في حب شولا كوهين. وطبعا شولا كان من المستحيل إنها تقدر تلبي رغباتهم كلهم، وخصوصا بعد ما علاقاتها كبرت وكترت قوي. وعشان كده كان الحل بالنسبة لها إنها تقدر تتعرف على البنات الجميلة اللي ما عندهمش أي مانع إنهم يعملوا أي حاجة مقابل الفلوس، وسخرتهم لخدمة معارفها اللي بيدوروا على المتعة الحرام. بس طبعا شقتها مش هتكفي إنها تجيب فيها معارفها عشان يتبسطوا مع البنات دي، فقررت إنها تأجر شقة تاني مخصوص عشان كده. الشقة دي تكون مسخرة لتلبية الرغبات الجنسية لكبار المسؤولين اللبنانيين اللي هي تعرفهم. لحد ما بتيجي سنة 1956 والموضوع مع شولا يكبر ويزيد عن حجمه قوي، ويبقى عندها 5 شقق في مختلف أنحاء بيروت. الشقق دي بقى كانت موجودة في أرقى الأماكن ومفروشة بفخامة شديدة وعلى أعلى مستوى. بس الأهم من الفرش هو الكاميرات وأجهزة التسجيل اللي كانت محطوطة في كل ركن في كل الشقق، وده طبعا عشان تسجل بالصوت والصورة وبالتفصيل الفضايح الجنسية اللي بتحصل مع كبار المسؤولين دول. وبعد ما النشاط كبر قوي وبالشكل ده، شولا بقت زي ما تقولوا كده VIP، بمعنى انها ما كانتش بتسلم نفسها الا للمسؤولين المهمين قوي واللي بيشتغلوا في اماكن حساسة جدا، عشان هي بنفسها اللي تعرف تطلع المعلومة منهم. ولما شغل شولا توحش في النمو اكتر واكتر، الموساد شافوا انها لوحدها مش هتقدر على كل ده، فخططوا انهم يضموا لها واحده تانية. وبالفعل ضموا لها بنت تانية وكان اسمها راشيل، ودي كانت يهوديه لبنانيه بالتحديد من منطقه طرابلس اللبنانيه. وبانضمام راشيل للشبكه كبرت اكتر واتطورت بشكل مرعب، لان راشيل كانت واخده تدريب، التدريب ده ما يقلش عن تدريب شولا كوهين. وكان حلقة الوصل بين راشيل وشولا ضابط متخفي من الموساد اسمه إدوارد هيس، واللي قدر هو وراشيل وشولا يهربوا ملايين من فلوس اليهود اللبنانيين اللي موجودين في لبنان ومهاجرين على إسرائيل. وده طبعا ضرب الاقتصاد اللبناني في مقتل، وتسبب في أزمة مالية كبيرة جدا في الوقت ده في لبنان، لدرجة إن البنوك نفسها في جزء كبير منها قفل، والجزء التاني كان بيسرح أكبر عدد ممكن من الموظفين. وطبعا كل عمليات التهريب دي كانت بتتم بمنتهى السهولة بسبب شبكة المسؤولين اللبنانيين الكبار اللي متسيطر عليهم بالستات. ومع توسع الشبكة وكتر المسؤولين فيها وبالتالي كتر المعلومات، شولا بدأت في إنها تلاقي صعوبة إنها إزاي تنقل كل التقارير دي للموساد، ففكرت في حل.
والحل ده كان انها تجند شاب من الجنوب اللبناني، واللي بحكم مكانه الجغرافي هيكون قادر انه بسهوله جدا يتسلل لاسرائيل ويسلم التقارير بتاعت شولا للموساد. وفعلا قدرت شولا انها تجند شاب موجود في جنوب لبنان. الشاب ده كان اسمه محمد السعيد العبد الله، واللي طبعا ما اخدش في ايدها غلوه وقدرت انها تسيطر عليه وتجنده بطريقتها المعروفه. وبعد اول رحله ليه في توصيل التقارير للموساد رجع لها تاني، بس ايده ما كانتش فاضيه، فكان معاه ابن عمه اللي كان اسمه فايز وعرفه على شولا وقال لها عليه انه شاب مطيع وبيحب المغامره ومستعد انه يخدمها، وكمان انكم هتستفيدوا منه كتير لانه عارف كل الطرق الجبليه اللي ممكن يتم التسلل منها وتروحوا على اسرائيل بسهوله. مش بس كده، لا ده كمان عارف كل نقط الضعف الامنيه في المناطق الحدوديه. يخلص بقى الموضوع على كده؟ لا، ده فايز راح هو كمان جاب لها اخوه نصرت علشان نصرت يشتغل معاهم بكل ارادته. وكده شولا بدل ما كانت عايزه شاب من الجنوب اللبناني بقى معاها 3 شباب بتقدر من خلالهم انها توصل تقاريرها للموساد اول باول وبمنتهى السهوله. وبدات شولا توسع نشاطها اكتر واكتر، ففتحت نايت كلاب اللي هو بين قوسين مركز لتجنيد الجواسيس. وبسبب الفتن اللي موجوده داخل لبنان من انقسام الميليشيات المسلحه بحتى الامن الداخلي النظامي في لبنان كان في صراع دائم مع الجيش، فبالتالي ما كانش في اي حد مركز مع النشاط التجسسي للعدو. فكانت شولا والموساد براحتهم على الاخر، محدش بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه اصلا. فده كان انسب وقت لانتشار الجواسيس جوه لبنان. فاكرين بقى محمود عوض المسؤول الكبير اللي اتكلمنا عنه؟ فهو مازال على علاقه بعشيقته شولا ومازال بيقدم لها معلومات وخدمات جليله، بس بدا يدرك مؤخرا قيمه نفسه وقيمه المعلومات والخدمات اللي بيقدمها لشولا، وبدا يطلب منها مقابل مادي لكل الخدمات دي. فشولا استغربت جدا لانه كان من اثرياء لبنان ومش محتاج لاي فلوس، وبالرغم من ان شولا كانت مسيطره عليه باكتر من حاجه، زي مثلا انها كانت مصوراه في اوضاع مخله، بس برضه ما كانش ينفع انها تبتزه لانه كان عارف المسؤولين الكبار اللي على تواصل مع شولا، وكان يقدر بمنتهى السهوله انه يبوظ لها كل حاجه. فما كانش قدام شولا غير انها تبعت للموساد وتطلب منهم المساعده والمشوره، اعمل ايه في الوضع اللي انا فيه. وكان ردهم عليها انك طبعا غرقيه في الفلوس واديله كل اللي هو عاوزه. وتيجي سنه 1958 ويوصل ضابط سوري يجتمع بضباط من الامن اللبناني في اجتماع سري جدا، ويبلغهم ان شولا كوهين عليها علامات استفهام كتير، وانها بتسرب معلومات للموساد عن الجيش السوري والجيش اللبناني. وتنتهي المقابله بحفظ محضر الاجتماع وخيبه امل الضابط السوري، بعد ما الضابط اللبناني رد على الضابط السوري وقال له ان ده كلام مش منطقي وان شولا كوهين فوق مستوى الشبهات. تعدي بقى الايام وتيجي سنه 61 عشان يقع محضر الاجتماع ده في ايد ضابط لبناني اسمه عزيز الاحدب. الضابط ده بيقرر انه هيشتغل على شولا كوهين لوحده وبمنتهى السريه، عشان بعد شهور من البحث والتحري بيتاكد ان شولا كوهين بتدير شبكه جاسوسيه اسرائيليه من داخل لبنان. وقدر يوصل لادله قويه ان شولا متورطه في تهريب فلوس اليهود اللبنانيين من لبنان. ومش بس كده، لا دي كمان متورطه في تهريب اليهود اللبنانيين نفسهم من لبنان لاسرائيل. وده طبعا كان بيتم عن طريق ال3 شباب اللي كانوا بيشتغلوا معاها في جنوب لبنان. ومع كل الادله اللي حصل عليها قدر انه يقبض على شولا في شهر اغسطس سنه 61، بعد ما شولا قعدت 10 سنين في لبنان خربت بيهم البلد حرفيا. واثناء التحقيقات شولا ما كانتش خايفه نهائي، دي حتى ما حاولتش تنكر، دي اعترفت بكل حاجه عملتها، لانها كانت على ثقه انه من رابع المستحيلات ان الموساد يتخلى عنها. واتقدمت للمحاكمه العسكريه هي وكل المسؤولين الخونه اللي كانوا بيتعاملوا معاها علشان يصدر الحكم على شولا يوم 25 يوليو سنه 62. فاصدرت المحكمه العسكريه حكمها على الجاسوسه شولاميت كوهين كشك بالسجن لمده 20 سنه، وعلى زميلتها راشيل بالحبس لمده 15 سنه. وبالنسبه للخاين اللي كان اسمه محمود عوض فده مات بالسكته القلبيه قبل محاكمته سنه 62. بس اللي انا استغربت له جدا هي الاحكام اللي صدرت ضد باقي المتورطين في القضيه. يعني مثلا ال3 شباب اللي كانوا في جنوب لبنان اللي بيساعدوا شولا وبيوصلوا التقارير بتاعتها للموساد، واللي كمان هربوا عدد كبير من اليهود اللبنانيين لاسرائيل، اتحكم عليهم ب20 شهر حبس بس. وكل المسؤولين الكبار اللي كانوا موجودين في القضيه دي كل الاحكام اللي اخدوها كانت بتتراوح من 6 شهور لسنه. نقدر نقول انه بسبب الاحكام الضعيفه دي بيروت بقت هي اول عاصمه عربيه يامن فيها الجاسوس على حياته. وللاسف برضه شولا كوهين ما قعدتش كتير في السجن اللبناني، اصل بعد كده
حصلت صفقة تبادل. الصفقة دي كان مضمونها هو تسليم شولا كوهين لإسرائيل مقابل عدد من العسكريين اللبنانيين اللي تم أسرهم من الجيش اللبناني. وبترجع لإسرائيل اللؤلؤة بتاعتها شولاميت كوهين كشك. وعاشت شولا كوهين باقي حياتها في القدس المحتلة، وفي 21 مايو سنة 2017 تموت الجاسوسة شولا كوهين وهي عندها 100 سنة. أنا ميدو جبريل، ودي قناتكم ميدوبيديا، وهي دي حلقتنا النهاردة. ويا رب لو المحتوى بتاعي بيعجبكم ما تبخلوش عليا باللايك، بالشير، بالاشتراك في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الحلقات الجديدة. شكرا ليكم واستنوني في حلقة جديدة.